وصفة النهاردة هنعمل أحلى رقاق طري فلاحي معمول كده بالقشطة والسمنة البلدي واللبن الرايب. طالع معانا طري وجميل وريحته تجنن زي بتاع زمان كده. أكيد كلكم فاكرينه وبتحبوه. تعالوا بقى هنعمله بكل سهولة من غير فرن ومن غير حوارات كتير، وهيطلع معانا بنفس الطعم والشكل الجميل بتاع زمان. يلا نبدأ، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير لو عجبكم. المقادير بتاعتنا بقى: معايا كيلو من الدقيق، هيحتاج كوبايتين ونص من اللبن الرايب، معاهم كوباية الا ربع من القشطة، معاهم نص كوباية من السمنة. ممكن نقلل القشطة وممكن نزود السمنة، ممكن نزود السمنة ممكن نقلل القشطة، حسب المتاح وحسب ما نحب. يعني القشطة والسمنة المقدار بتاعهم ده يرجع لكم. هحط بقى على الكيلو معلقة صغيرة من الملح مليانة كده، واقلب الملح مع الدقيق. ماشي كده، انا ما ضفتش غير الملح. هبدأ بقى انزل باللبن الرايب بتاعي حوالي كوبايتين ونص. هنزل بقى باللبن بالتدريج، الاول هضيف كوبايتين كده في الاول، معاهم القشطة بتاعتي حسب الكمية الموجودة عندي. يعني مش اقل من نص كوباية من القشطة، يعني محاولة القشطة برضو هي اللي هتدي الطعم الجميل، هي والسمنة البلدي. فالقشطة هنزود كمية حلوة هي والسمنة. واللبن الرايب هننزل بالتدريج زي ما قلت لكم، ضفت كوبايتين كده وهبدأ اعجن القشطة مع اللبن مع الدقيق، واشرب السوائل كويس جدا لبعض. وبعدين لو حسيت انها محتاجة لبن رايب تاني ازود. خلاص بقت تمام ومظبوطة، انزل بقى بالسمنة بتاعتي تكون طرية وبدرجة حرارة الغرفة عشان تدينا نتيجة كويسة وانا بعجن. ويفضل ان السمنة تكون بلدي، لو متاحة عندنا. مش متاحة هنستعمل سمنة عادية، بس الاحلى ان تكون سمنة بلدي عشان تدينا الطعم والريحة بتاعت زمان كده. خلاص انا بعجن بقى تاني حوالي 5 دقايق، مش بكتر في العجين، مش بعجنها بالدرجة اللي ان العجينة تبقى ناعمة معايا، لا هو مش بيحتاج عجن كتير. هو بيبقى بالشكل ده كده عادي، واغطيه واسيبه يرتاح حوالي نص ساعة. هو مفيهوش خميرة ولا حاجة، بس لازم اريح العجينة عشان ما تتعبنيش في التشكيل ولا الفرد. خلاص كده بعد نص ساعة بعد ما العجينة ارتاحت، هرجع تاني بقى اغطي جزء كده من العجينة عشان ما تنشفش معايا، وابدا اعجن. العجينه بتكون طريه وفي نفس الوقت متماسكه، مش طريه قوي زياده عن اللزوم ومش متماسكه قوي زياده عن اللزوم، زي ما انتوا شايفينها في ايدي كده. هبدأ بقى أقسم العجين بتاعي لكور، الحجم بتاعها تكون متساوية، وفي نفس الوقت بقى الحجم يكون مناسب ليكوا. يعني ما تكبروهاش قوي وما تصغروهاش قوي، حجم وسط كده مناسب، على قد كمان الطاسة أو الصينية اللي هتشتغلوا فيها. خلاص بجيب بقى قطعة كده واشكلها زي ما انتوا شايفين والفها كورة، بحيث ان انا لما ابدأ افردها تكون الشكل بتاعها منتظم ومدور معايا كويس. خلاص انا كده لفتها اهو زي ما انتوا شايفين. هلف كل الكمية، اشكل كل الكمية واغطيها كويس جدا جدا بالبلاستيك عشان ما تنشفش مني ولا تعمل اي تشققات. يعني ممكن احط كده عليها كيس بلاستيك واحط عليها كمان فوطة عشان اتأكد انها اتغطت كويس وما تنشفش مني. وهسيبها ترتاح تاني نص ساعة، غير النص ساعة الاولانية اللي انا ريحتها فيها. يعني بعد التشكيل هسيبها ترتاح تاني نص ساعة عشان تتفرد معايا وتديني نتيجة كويسة. هبدأ بقى اخد الكورة او الكورة انا شكلتها، وابدأ افرد بيها النشابة او افرد بايدي عادي، لان اللي يريحكوا هتستعملوه. انا ارتحت ان انا افرد بايدي اكتر، لاني عرفت اوصل للسمك اللي انا محتاجاه بايديا اكتر من النشابة. خلاص، يعني اهم حاجة عايزين نوصل لها ان احنا نرقق السمك على قد ما نقدر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني اقول لكم ايه، اقل من السنتي. يعني المهم ان احنا نرققه على قد ما نقدر، لان احنا بعد ما بيستوي شوية تلاقيه آه، زاد حاجة بسيطة. فحاولوا ترققوا على قد ما تقدروا. واللي هنشكلها هنسويها على طول، مش هنرجع نريحها تاني ولا حاجة. لا انت بتفردي الرغيف او الرقاقة وبترجعي على طول تسويها. انا بس في البداية فردت 2 او 3 بحيث ان انا ايدي البوتاجاز وابدأ اسوي على طول وانا بفرد. يعني انت دلوقتي بتقفي تفردي في الرقاقة ومشغلة البوتاجاز جنبك بتسوي على طول. ففي الاول كده هتفردي رقاقتين او 3 عشان يبقوا جاهزين معاكي وانت بتسويهم، وفي نفس الوقت بتسوي على طول. خلاص انا فردت بالشكل اللي انتوا شايفينه كده الرقاق. على قد ما بقدر بتضغطي على الاطراف ومن النص الاول وبتطلعي على بره، بحيث ان انت تساوي كل الرقاقة تبقى بحجم واحد، مش ناحية تخينة ومش ناحية رفيعة.
المكان كده يبقى مش متساوي، لأ، عايزاكِ تساوي الرقاقة كلّها بحجم واحد. يالّا بقى على طول في الوقت ده هنكون مسخّنين الطاسة كويس جدًا اللي هنسوّي عليها، وهننزل على طول بقى بالرغيف بتاعنا اللي إحنا فردناه، وبعد 10 ثواني بالضبط بنقلبه، وبنهدّي درجة الحرارة للوسط، مش بنسيب الحرارة عالية، لأ إحنا بنهدّيها عشان خاطر يستوي كويس، وفي نفس الوقت ما يتحرقش منّي لإن هو فيه قشطة وفيه سمنة، فمش عايزينه يتحرق ولا يتلسع مننا. بنقلّب كده كل حوالي 10 ثواني، 15 ثانية، 30 ثانية، أنتِ بتفضلي واقفة جنبه، بتفردي في العيش وبرضه بتقلّبي فيه، تمام؟ يعني مش بتسيبيه وتمشي وفي نفس الوقت أو حد معاكِ بقى يساعدِك، يعني حد يفرد وحد يسوي. بس زي ما أنتم شايفين كده كل 15 ثانية باقلّبه لحد أمّا اللون يبقى مضبوط، ومش باسيبه كتير على النار عشان ما ينشفش، يعني هياخد معاكِ حوالي دقيقتين 3 بالكتير أوي، بتقلّبيه كده كل 15 ثانية ويبقى بالشكل ده، وتقدري تفرديه بإيديكِ وتضبطي شكله على النار زي ما أنتم شايفين برضه كده عشان يبقى مدوّر ومضبوط معاكِ. خلاص؟ يعني أنا كده حطيت أهو، أول ما يبدأ يطلّع الفقاقيع دي باقلبه. وبافضل بقى أقلب فيه حوالي دقيقتين 3 لحد أمّا يستوي معايا ويبقى ريحته طالعة جميلة كده، وفيه التحميرة المضبوطة دي، وفي نفس الوقت مش عايزين نهدّي النار أوي عشان ما ينشفش منِّك، النار تكون في البداية عالية، وبعد كده بنهدّيها للوسط عشان خاطر يستوي معايا وفي نفس الوقت ما ينشفش. النار لو أنتِ هدّيتيها هينشف معاكِ ويبقى مقدّد كده ومش طري زي ما إحنا عايزين. فحاولي تضبطي درجة الحرارة عالية في البداية، وبعدين توطّيها على الوسط، وتفضلي تقلّبي حوالي دقيقتين ل3 وتشيليه على طول، تغطّيه بفوطة عشان يفضل طري معاكِ، مش بتطلّعيه وتسيبيه كتير في الهوا برّه، لأ أنتِ بتبقي حاطة فوطة جنبِك وتفرّشي العيش وتغطّيه بالفوطة دي، أول ما يهدى والحرارة بتاعته تروح منّه بنعبّيه في أكياس ونحتفظ بيه في الفريزر، نطلّعه بقى يتعمل منّه ساندوتشات، يتاكل بس كده مع جبنة، مع عسل، يتاكل لوحده خالص، طعمه جميل جدًا، جدًا. هو هيبقى بقى مفيد ومغذي للأولاد، فيه لبن رايب وفيه قشطة وفيه سمنة بلدي، يعني لو عملنا لهم منه هو ساندوتشات بس كده بأي حاجة موجودة عندنا في البيت هيبقى جميل جدًا ليهم، فجربوا اعملوه إن شاء الله هيعجبكم جدًا، وحاجة جميلة أوي، أوي، أوي زي بتاعة زمان كده وطعم وريحة ولون وكل حاجة. يلا بقى أشوفكم على خير يا رب. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وشير وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات تحت، وأشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله.